مرحبا، معكم لينا من اكسترا كوكينج، واليوم رح نعمل وصفة الحبوب او الحبايب الطرابلسية، ورح نحتاج للمكونات التالية. اول شي عندي قمح مثل ما شايفين مقشور. انا استعملت كوب من القمح الجاف، نقعته 3 ساعات بالمي وسلقته سلق كمان. هون عندي حمص كمان، نص كوب من الحمص مسلوق. عندي بحتاج للسكر حسب الذوق، عندي ينسون، عندي قرفة، وعندي كمان نشا، ملعقة كبيرة من النشا، طنجرة صغيرة. هلا انا رح اعمل نص الكمية، اخذت نص كمية القمح المسلوق، ححط طنجرة صغيرة بالمي، ارجع اسلقهم مع الحمص سوا تقريبا شو ساعة من الوقت لياخدوا بعض. وهلا مثل ما شايفين هون صار له نص ساعة على النار عم يغلوا القمح مع الحمص. فيكم تضيفوا عليهم شوية مي إذا لقيتوا المي ناقصة. هلا بهالوقت قلت رح احط انا ملعقة صغيرة من اليانسون، حضيف لهم. هلا ممكن انتم تكون عندكم يانسون مطحون، انا رح احطه هيك حاب من القرفة كمان. خليهم هلا كمان يغلوا مع بعض شو نص ساعة حتى ياخدوا النكهات، بدهم شوية مي. هلا رح اضيف على معلقتين كبار من السكر، رح اضيف عليهم وهلا بدوقهم. هلا بعد ما ضفت السكر ضفت هون بفنجان شوية مي، ذوبت فيها ملعقة صغيرة من النشا. هلا رح نضيفهم ونحركهم باستمرار، ضلني حركهم لحتى يرجعوا يغلوا بس شو ربع ساعة بعد بدهم، ورح اطفي عليهم. اخر الشي بضيف عليهم الماء زهر، بدي اطفي النار وبضيف لهم ملعقة صغيرة من المي زهر.